إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة إن شاء الله يا رب. اليوم مع تحضيرات ولا البعض من تحضيرات العيد الأضحى، العيد الكبير كما نقولوا حنايا. كما كتشوفوا هنا المشتريات. إذن صحة أواشيركم إن شاء الله يا ربي يدخلوا علينا بالهنا والصحة إن شاء الله يا رب، وصفتوا هذه الأيام المباركة يوم عرفة إن شاء الله تستغلوها غاية وندعيو فيها إن شاء الله، لأن الدعاء فيها مستجاب. ندعيو فيها إن شاء الله ودعيو لنا معاكم. إذن هنايا كنت شريت بعض المستلزمات كما تعرفوا هنايا العيد. إذن وهذه جبة ولا قندورة كما تقولوا نتوما. المهم هذه خيطتها للعيد الأضحى يعني العيد الكبير باش نلبسها في المغفرة، لأنه حنا نعيدو مع بعض مع العائلة كاع، نعيدو مع بعض كل واحد يجيب خروف تاعه ونعيدو في خطرة. يعني هذه جبة التيشو تاعها كراب ولي مونش نتاعها مخدومين بالثليجة، وفيها كيما هكا هذيك لا سانتور نتاعها تجي كيما هكا. دوك نخليها لكم ملبوسة باش تشوفوها تبان لكم غاية، يعني حاجة خفيفة وما تجيش هنا طويلة، تجي قصيرة يعني تجي ما تجيش قصيرة كاع، تجي ليشان يعني مش طويلة كاع. وهذه بدعية نتاع الذبيحة يعني نخدموا بها الشغل تاع العيد. فوالا مع هاد النعالة كيما هكا في الدوغي، بصح هذه النعالة تاع بلاستيك. فوالا المهم هادو هما الصوالح اللي شريتهم للعيد هذا العام. الآن وهنايا نفوتوا للكاطو اللي درته هذا العام للعيد. كاطو ساهل ماهل والبنة يجي رائع، يعني هذا الكاطو غير جربوه، يعني جربوه ما رايحينش تندموا، انا متاكده بلي رايح يعجبكم لانه رائع ويستحق التجربه. المهم واش حطيت فيه؟ حطيت فيه 250 غرام من الزبده تكون بحراره الغرفه، زائد 6 مغارف زيت نباتيه، زائد كاس نتاع حوالي 150 غرام من السكر سكر غلاس سكر الناعم، زائد رشة ملح، وحطيت مغرف صغيرة نتاع لافاني بطبيعة الحال، ونزيدو 2 صفار نتاع بيض ونحتفظوا بالبياض. اذا بعد ما خلطهم جيدا نضيف لهم حوالي كأس من القوقاو يكون محمص وملحي جيدا، ثم نخلطوا المكونات الكل. هنا بعد ما خلطت القوقاو نتاعي ضفت الفرينه نتاعي. فوالا هنا غلبلوا الفرينه نتاعكم من الاحسن، وضفت مغرف صغيره مقببه من خميره الحلويات. فوالا اذا ونخلط حتى نلم العجينه تاعي بالفرينه. اذا هذه هي العجينه نتاعنا، تجي بهذا الشكل. شوفوا تجي اطريه، ما ديروهاش قاصحه بزاف يعني كيما لاباط صابلي. فوالا اذا نبداو نشكلو فيها. اذا بعد ما اطاليت العجينه نتاعي، اذا هنايا درت شويه فرينه طبعا. اذا وهنا غادي نستخدموا برك الكاس نتاعنا. اذا ونشكلوا الهليلات. اذا شوفوا هنايا معايا غادي نشكلوا الهليلات نتاعنا يجيو بهذا الشكل. شوفوا هنايا معايا يجيو بهذا الشكل. هنايا نفوتهم، عندي هنايا بياض البيض اللي كنت خليته، وعندي هنايا عندي قوقاو مش محمص، يعني هادو اللي شطولي من العيد الصغير ماشي محمص، هنايا برك هرمشته كيما هكا تهرمشوه. اذا تفوتوا في البياض وتحطوها في القوقاو وتكملوا بنفس الطريقه وتحطوهم في الصين ويطيبوا على طبعا عادي كيما صابلي عادي من الاسفل ومن الفوق. اذا ونولي لكم. اذا هذا هو الشكل نتاع الكاطو نتاعنا، يعني كاطو بسيط والبنه يجي رائع جدا. شوفوا هنا الحبيبه كيفاش تجي دايره، شوفوا هنا الحبه كيفاش تجي دايره معنا، يجي رائع يجي مقرمش. اذا كما قلت لكم ما يشقاش تزينوه، يعني كي تجبدوه من الفرن يعني هذاك هو التزيين. تبغوا ديروا له شوكولا ديروا له شوكولا نتوما احرار، لكن انا فضلت نخليه كيما هكا لانه يجي سامبل ويجي بنين. كما نعرفوا العيد نتاع الاضحى يعني ما نخدموش فيه الكاطو بزاف، برك هذا الكاطو خفيف مع اتاي. اذا يجي بهذا
الشكل. نتمنى ينال الاعجاب نتاعكم. هنا برك نفتح معكم حبه باش تشوفوا كيفاش دايره. شوفوا هنا كيفاش تجي معايا، يجي طري يتفتت. شفتوا كيفاش يجي يتفتت ويجي طري.